السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال بإذن الله. النهاردة عندنا كده روتين من روايح رمضان. ايوه، روتين من روايح رمضان، ما احنا مكملين صيام الستة البيض. ويا رب ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتنا جميعا يا رب. ان شاء الله بإذن الله كده تتحمسي وتطلعي لك بشوية مستفيدة وشوية طاقة كده بإذن الله. لو عندك حاجة في المطبخ تقومي تعمليها فورا. وان شاء الله بإذن الله الفيديو يعجبكم، وما تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين، فضلا وليس امرا. دعمكم مهم لينا كلنا، مش انا بس، لينا كلنا سواء قناة كبيرة او صغيرة. دعم المشاهدين طبعا مهم جدا علشان خاطر الفيديو يترفع واليوتيوب يقترح الفيديوهات بتاعتنا وكده. وان شاء الله يا رب كله يجعله في ميزان حسناتكم، ودمتم مشكورين يا اهل الكرم والجود. يلا نصلي على الرسول الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ايه ده؟ دي قطايف؟ ايوه دي قطايف. لقينا كده شوية قطايف، ده في اسيوط، لكن عندنا في المكان او في القرية اللي انا عايشة فيها لا خلاص، رمضان خلص تخلص الحاجات دي كلها، كنافة وكله. لكن في اسيوط اللي هي المدينة تلاقي فيها الحاجة، يعني زي ما عادي تلاقيها طول السنة. ان شاء الله. بس طبعا ما بيبقاش عليها اقبال زي في شهر رمضان، بتبقى حاجات قليلة خالص او ضعيفة يعني كده. ان شاء الله باذن الله الروتين يعجبكم. عندنا مبدئيا كده اللي هم المواعين بقى، اللي هي يعني لازم بعد الفطار. يعني كلنا كنا بعد ما نخلص صلاة العشاء والتراويح وكده نجري جري على المطبخ، نخلص المواعين بتاعة الفطار واللي طبخنا فيها والكلام ده كله. وبعد كده وعلى اخر ما تخلصي تبص تلاقي نفسك دخلتي في تجهيزات السحور. بس الحمد لله رب العالمين، ربنا يا رب يديمها نعمة علينا. معنى ان احنا يعني عندنا مواعين وبتتغسل، ان احنا كده صحتنا كويسة، بنعمل اكلنا وشربنا الحمد لله، وربنا يا رب ما يحوجنا لحد ابدا يا رب. وزي ما انتوا شفتوا برضو معايا الاستيكر دوت، سألتوني عامل ايه معاكي، اخباره ايه؟ هو كويس جدا على فكرة الحمد لله. يعني والله لحد دلوقتي ما سربش تحت الرخام اي حاجة، لا هو حلو ما شاء الله. و... وكمان يعني ما بيستحمل. في اوقات كتيرة بغلط وبحط حاجة سخنة عليه، بس برضو الحمد لله ما جرالهوش اي حاجة الحمد لله. واللي على الحوض انا كنت خايفة جدا من اللي على الحوض، لان دي اكتر حاجة متعرضة للمية. دايما ايدك في الحوض بقى، غسيل مواعين واكل وتنظيفات الحوض طبعا عليه اكتر حمل في المطبخ هو رخامة الحوض وكده. فانا كنت خايفة بصراحة للميه تتسرب من تحت الاستيكر، لان انا عملت قبل كده الاستيكر الاسود شايفينه اللي انا لازقاه في جنب المطبخ ده جنب البوتاجاز. عملت منه قبل كده وللاسف الميه سربت من جوه وعمل عفونه عزكم الله، وما كانش كويس خالص. فبصراحه كنت خايفه، لكن لما جبت نوعيه الاستيكر حلو خالص لحد الان الحمد لله رب العالمين، ما اشتكتش منه ولا ضايقنيش، والحمد لله. وزي ما انتم شايفين اللون قاعد زي ما هو ابيض وما تاثرش باي حاجه الحمد لله. وبرده هو عايز ايه؟ تلميعات. يعني الازازه اللي انتوا شفتوها معايا دي ازازه فيها خل وميه على طول كده، ولو عندي كلور الوان بحط كلور الوان، وعلى طول بلمع الرخايم تمام. ما بحاولش برضو ان انا اعرضها لاي حاجه سخنه ولا الكلام ده كله. بس يعني حلوه. في اول ما ركبت الاستيكر في ناس كتير اخواتي قالوا لي ليه كنت عملت لون تاني غير الابيض، بس والله عايزه اقول لكم يعني عشان الابيض بيتاثر بسرعه والكلام ده كله، لا والله حلو جدا. يعني عايزه اقول لكم، عارفين كده اللي هو اول ما تمشي عليه الحاجه تبص تلاقيه لمع معاك على طول، نفس القصه حلو خالص. انت بس هاتي نوعيته تكون كويسه. انا لما جبت كان المتر ب45 جنيه. ده من الكلام دوت من 3 شهور او اكتر، فدلوقتي ممكن يكون غير السعر بتاعه، رفع يعني زي ما كل حاجة بترفع وكده. بس هو حلو خالص. يعني لو عايزين تجيبوا ستيكر هاتوه. يعني انا بشجعكم ان انتوا تجيبوه، حاجة حلوة بيغير في شكل المطبخ بصراحة. وممكن مش لازم تجيبي الابيض، ممكن تجيبي اي لون يعجبك تمام. حلو والله، وبيعمل تغيير في المطبخ. ولو انت حاسه ان انت، يعني انا كان عندي رخامه الحوض دي مضايقاني دايما ان هي بتسرب ميه على قطعه الخشب اللي من تحت بتاعه المطبخ، وده خشب المطبخ بتاعي خشب فكانت هتبوظ وكده. لكن لما حطيت او لزقت او ركبت الستيكر ده الحمد لله رب العالمين حافظ لي عليها. دلوقتي بفتح دولة في المطبخ الاقيها ناشفه وحلوه ما فيهاش اي حاجه خالص. فهاتوه وتوكلوا على الله. هنا كان مش عارفه ايه النور فصل ولا الستاند النور فصل مني وكده.
بس خلاص على كده عملت ايه الفطار بتاعنا. عملت شويه مكرونه عاديه مش مكرونه قلم. ما لقيتش عندي مكرونه عاديه، فقلت ايه خلاص والله ان شاء الله اجيب اللي هم المكرونه اللي هي الصغيره دي، وان شاء الله باذن الله هتنفع وهتبقى زي الفل. وكان عندي بقى صدر فرخه او ربع يعني صدر فرخه، وايه وصرفت نفسي بقى اللي هو ايه عملت ده الفطار بقى اللي هو صينيه مكرونه. وكان عندي بواقي اكل من امبارح برضو، شوربه وفراخ والكلام ده كله برضو حطيتها زي الفل. اللهم لك الحمد والشكر، نعمة وفضل. عادي ده يسند مع ده، فاهمين؟ انا لما بيبقى عندي حاجة قليلة من امبارح مثلا اكل، بحب ان انا اعمل صينية المكرونة ديت. الولاد بيحبوها وبتكمل الاكلة، تحس ان هي ايه بتكمل الاكلة. يعني مثلا اللي ما فيش لحمة كتيرة، ما المكرونة فيها لحمة، فاهمين؟ فكده فبحاول ان انا ايه اعوض ده بده او اسند ده بده، ده جنب ده. وما شاء الله اللهم بارك، عملت المكرونة معكم اكتر من مرة. كنت معصجة الفراخ بقى ببصل وفراخ ولو شوية فلفل والبهارات اللي انت بتحبيه، او البشاميل زي يعني عملت اكتر من مره معاكم. لو حابين ان انا اعمل معاكم البشاميل وازاي تعمليه من غير ما يبقى كتل وكده ويبقى حلو وكريمي معاكي، ان شاء الله باذن الله قولوا لي في الكومنتات وان شاء الله اعمله لكم باذن الله. ولو وصلتوا معايا لحد هنا اتمنى تحطوا لي لايك وما تنسونيش في الاشتراك لو مش مشتركين في القناه. وخلاص على كده كنا خلاص الحمد لله رب العالمين فطرنا المغرب. قلت بقى ايه بالمره بقى انا اعمل ايه اللي هو البوتاجاز بقى وانضف بقيه المطبخ. كان عندي اللي هو يعني البوتاجاز دوت لما تنضفيه بصي، حتى لو المطبخ متهيألي لو في شويه مواعين وكده ولا اي حاجه، بس لما تبصي على البوتاجاز كده نفسك تتفتح تكملي تنظيف. لكن انا عن نفسي لما البوتاجاز بيبقى مش نظيف بحس نفسي ان انا ماليش نفسي اعمل اي حاجه في المطبخ. البوتاجاز هو على قد ما هو لما تتراكم عليه الدهون بيبقى صعب، بس لما بتاخديه اول باول بيبقى حلو جدا وسهل في ثواني ان انت تنضفيه وتلمعيه وزي الفل. والحوامل بتاعته عايزه اقولك على طول ما تكسليش مثلا تقولي ايه الحوامل خليها مره ومره ومره، لا مش هتاخد حاجه معاكي بالسلكه ومشي عليها سريع سريع، تفضل معاكي الحوامل بتاعه البوتاجاز حلوه وبتبرق وما فيهاش اي حاجه. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، البوتاجاز بقى بيضوي. وهنا يعني عايزه اقول لكم برضو ان مع ان العيون عندي بدأ يغير لونها ليها فتره برضو من لما جبت البوتاجاز دوت بتاعي ليه 10 سنين واكتر ما غيرتش العيون. فان شاء الله باذن الله يمكن احاول ان انا اغيرها. هي ما اشتكتش وما قالتش حاجه، بس ايه تحسوه ان لونها غير. لكن باقي البوتاجاز السلستين بتاعه حلو ما شاء الله، ولما بعمله بنضفه زي ما انتم شايفين اهو بيلمع وما فيهوش اي حروق ولا الكلام ده كله. ده بسبب ان انا ايدي فيه على طول. وخلاص على كده نضفته بقى ونضفت المطبخ، وزي ما انتم شفتوا فرشت السجاده. وقلت ايه اعمل كوبايه قهوه. بعد ما خلصت افتكرت شويه بقى القطايف دولت، فقلت ايه لا يلا مفيش يعني مفيش استسلام ومفيش راحه، خلاص نعملهم بالمره. كان عندي برضو قدام عسل من بواقي او اللي هو الشربات من بواقي اللي كنا عاملينها رمضان. طبعا طول رمضان بنعمل كنافة وبسبوسة والحلويات بتاعة رمضان طبعا اللي بتبقى يعني مصطحبانا طول شهر رمضان. هو رمضان حلو وكل حاجة فيه حلوة. ربنا يا رب يبلغنا رمضان دايما يا رب واحنا في احسن حال، وربنا يا رب يعود علينا الايام واحنا في احسن حال يا رب. قلت اما اعمل بقى شوية القطايف دولت علشان لو قعدوا هيبدأوا ايه، هي دلوقتي طرية وبرضو ان هي ملفوفة كويس فتحسي ان هي سخنة. فقلت هعملهم. لو حابة تحفظيها برضو لازم تحفظيها كده، ما ينفعش تحفظيها زي ما هي مفروضة، لا تحشيها وتحطيها عادي تحفظيها في الفريزر عادي، بس لازم تكون محشية. وهنا بما ان انا بحب الحاجات اللي هي بتاع الزمان الحلوة بقى اللي كلها فوايد، حشيت شوية اللي هو جوز هند وفول سوداني واللهم صل على النبي اللي هو اسمه ايه التاني زبيب. وهنا بقى ديت مربة البلح او العجوة بعملها على طول دايما وحطها في علبة عندي، بتنفع اي حاجة عايزة حشوات بحط فيها. بصراحة العجوة البلح ديت حلوة جدا وطعمها بيبقى حلو ومفيدة برضو يعني. مش عايزة اقول لكم بقى فوائد البلح حديد وزي الفل، وانا عاملاها في البيت وبرضو عاملة لها فيديو. ان شاء الله باذن الله برضو لو عايزين اعمل لكم فيديو العجوة اللي بنعملها في البيت، وحلوة جدا تنفعك في قرص بقى، في مثلا زي ما انتوا شفتوا عملت برضو اللي هي القطايف وايه كمان وقرص وخلية نحل. انا برضو بحشي يعني بصوا بدخل عجوة البلح دي في كل حاجة. وخلاص على كده حشيتهم اللهم بارك. بصوا ما شاء الله ما خدوش معايا حاجة ولونهم زي العسل.
أنا عايزة أقول لكم يعني اللي هي العيال سابوا اللي هو الحشو الفول المكسرات وكده، وكانوا بياكلوا في اللي هي مربة البلح أو العجوة يعني. وهنا ما شاء الله طلعتها وبقيت برش بشوية الشربات علشان خاطر مش عايزة يعني شربات تفضل معايا وكده، برش يشربوهم أجي مطلعاهم وأحط بدلهم الكلام ده كله لحد ما خلصتهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو وصلت معايا لحد شوية القطايف الحلوين دولت اللي من روايح رمضان، ما تنسيش تحطي لي لايك، ولو مش مشتركة في القناة اشتركي فيها فضلا وليس أمرا، دوشتينا معلش، عيش وادوشكم. إن شاء الله بإذن الله، أنا أملي في الله كبير إن احنا إن شاء الله بإذن الله عيلتنا تكبر وتكون أكبر عيلة، عيلة أهل الكرم والجود. وإن شاء الله بإذن الله نظني في ربي يعني جميل، وإن شاء الله ربنا بإذن الله يكرمنا جميعا يا رب. اهو ما شاء الله بصوا بطلع وبرش العسل وبحاول ان انا اغلف القطعة او حتة القطايف كويس وايه، وخلاص على كده بطلعها وهعمل البقية على نفس الحكاية. خلاص على كده خلصت الكمية كلها. ما شاء الله اللهم بارك، يعني طعمهم حلو جدا، واللي هي بمربة البلح او بعجوة البلح حلوة خالص خالص. إيه بصوا ما شاء الله هي لسه سخنة. وده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة